السلام عليكم. تخيل معايا انت مبرمج وخلصت فيتشر جديده وجيت عملت لها ديبلوي على البرودكشن والسيستم وقع او طلعت والناس بداوا يشتكوا منها. السيناريو الطبيعي اللي بيحصل ان انت بتعمل رول. السلام عليكم. تخيل معايا طلب منك تشتغل على فيتشر جديده وبعد ما عملتها وطلعت بيها برودكشن السيستم وقع، او ممكن ما يوقعش بس بعد ما طلعت بيها الناس بداوا يشتكوا من الفيتشر دي. الحل الطبيعي اللي بيحصل ان انت بتعمل رول باك او بتعمل ريفيرت للتشنجز دي وبتعمل ديبلوي مره ثانيه عن طريق هوت فيكس على البرودكشن. بس في ميزه موجوده وهي الفيتشر فلاجز. الفيتشر فلاجز او الفيتشر توجل هي عباره عن انت فلاج بتحطه عندك على الكود وتقدر عن طريقه تفتح او تقفل الفيتشر اللي طالع بيها او الحاجه اللي انت عايز تعرضها للناس. الموضوع مش بس اون واوف، هو مش سويتشنج ان انا اقدر اتوجل او اعرض الحاجه بتاعتي. الموضوع اكبر من كده، ان في فيتشر فلاج سيرفيسز تديك امكانيه ان انت تعمل رول اوت ليوزرز معينين، يعني تقول انا عايز الفيتشر دي مثلا 10% من المستخدمين يقدروا يشوفوها، تجربه بس اشوف انطباع الناس عنها ايه. والله لو بقت كويسه ابدا ان انا اكبر الرول اوت. ممكن احدد سيجمنت معين، ممكن اعمل اي بي تيستنج، ممكن اقول لو اليوزر اللي دخل الايميل بتاعه بينتهي بدومين معين افتح لي الفيتشر دي او اعرض له الفيتشر دي، او احدد يوزرز من دوله معينه اقول والله انا الميزه اللي هطلع بيها هتتعرض للزوار من الدوله الفلانيه او من المدينه الفلانيه او من الاي بي الفلاني وهكذا. او احدد جنس الشخص اللي داخل، الميزه دي هتتعرض للبنات والميزه دي هتتعرض للولاد وهكذا، او بريك بوينتس. فالموضوع كبير جدا. هنتكلم النهارده على الفيتشر فلاجز وهناخد انواعها وامثله عمليه بالكود عن طريق فول ستاك. هنعمل باك اند مع فرونت اند، جافا سبرينج بوت مع نيكست جي اس، ونشوف الامبلمنتيشن بتشتغل ازاي. بالنوع الاول هنتكلم على environment variable وده النوع البيزك، وبعدين هندخل على السيرفيسز او الحاجات الادفانسد زي فلاجد واوبن فيتشر وانليش. خلونا نبدا. زي ما قلنا ان فكره الفيتشر فلاج او الفيتشر توجل هي ان انا اقدر عن طريقها، طبعا البيزك ان انا اون واوف اقدر اسويتش، وممكن اعمل كيل سويتش ان لو في اي مشكله حصلت في الفيتشر ديت على طول اعمل لها ديسيبل، او اعمل رول اوت لمجموعه يوزر معينين اللي هي الكناري ريليس. انا بطلع باتش معين او بخلي 10% او 5% من المستخدمين يشوفوا الفيتشر دي، وببدا ان انا مع الوقت لو شايفها بتجيب نتيجه افتحها لباقي اليوزر، او ان انا اعمل اي بي تيستنج عليها، اقارن ما بين تو فيتشرز مع بعض واشوف ايه الافضل، الانطباع الافضل مثلا من اليوزرز على الفيتشر ديت ببدا ان انا افعلها وهكذا. او ان انا بخصص مميزات على حسب بيئه المستخدم او الدوله اللي داخل منها، وطبعا غيرها كتير. ده بالنسبه لمميزات الفيتشر فلاج. طيب عيوب الفيتشر فلاج ايه او امتى ابعد عنها ما استخدمهاش؟ لو المشروع اللي انا شغال عليه صغير فملوش لازمه ان انا ازود التعقيد اللي فيه. لو الفيتشر فلاج استخدمت بشكل عشوائي ممكن تسبب كود معقد وهيبقى صيانته صعبه، لان برضو الفيتشر فلاج زي موضوع الرول بيزد اكسس كنترول، فانت لازم بتراب الكود بتاعك بلوجيك معين عشان تعرض الفيتشر دي. فانت كل ما تكتر الفيتشر فلاج عندك او لما ما تعملش كلين اب، يعني نفرض دلوقتي انت طلعت الفيتشر فلاج وجربتها وطلعت تمام وعملتها اوف او مش هتحتاج الفيتشر فلاج دي، فانت المفروض انك ترجع تاني للكود تعمل له كلين اب وتنظف اللوجيك بتاع الفيتشر فلاج عشان ده هيبقى خلاص موجود على البرودكشن او شغال على طول. فزياده الفيتشر فلاج هتزود تعقيد عندك في السيستم او في الكود، وهيبقى صعب ان انت تعمل له مينتنانس او كده. ما تحاولش تستخدمها لسلوك معين او لاخفاء مشاكل في التصميم. يعني انت لو عندك بج معينه او كده ما تستعملش الفيتشر فلاج عشان تخفي البج دي، لا انت بتستعمل فيتشر فلاج عشان تجرب بيها. فبالتالي الفيتشر فلاج هي ممتازه جدا في المشاريع من المتوسطه للمشاريع الكبيره. انواع الفيتشر فلاج زي ما قلنا اول حاجه هي واللي كل اتكلم عنها واللي اغلب الناس بتطبقها عندها هي الانفايرمنت فاريبل. الفكره في ايه؟ ان انا في الانفايرمنت فاريبل بحط فاريبل معين، ولنفرض مثلا الفيتشر الخاصه بالريتنج او الريفيو هتكون اون، وعندي في الكود بشيك لو الانفايرمنت فاريبل ده الفاليو بتاعته اون برندر الكومبوننت بتاعي. الميزه بتاعتها ان هي بسيطه مش محتاجه امبلمنتيشن كتير، واغلب السوفت وير انجينير بيعرفوا يشتغلوا بالانفايرمنت فاريبل. العيب بتاعها ان انا لازم يكون عندي في الباك اند سيرفيس نفس الكي ده او الانفايرمنت فاريبل ده او التوجل موجود عنده. بمعنى ايه؟ ان انا ما ينفعش يبقى الكي عندي في الفرونت اند اون او اوف مثلا وفي الباك اند اون، فلازم هيبقى في الاينمنت بشكل دوري ما بيني وما بين الباك اند او السيرفيس اللي انا بتكلم فيه، هيبقى في نسخه من هنا عندي في الفرونت اند ونفس النسخه عندي في الباك اند.
فاي حد هيعمل ابديت او هيغير الفاليوز عنده لازم يبلغ الطرف الثاني، وطبعا هيتعمل ديبلوي للاثنين الباك اند والفرونت اند. ودي ابسط حاجه، بستخدمها اكتر في البرامج او السوفت وير الصغير اللي ما فيهوش كومبلكسيتي، ما فيهوش شغل كبير، وما فيش مايكرو سيرفيسز كتيره، لان الموضوع بيكون فيه لود ان انا اعدل هنا وهنا، وفي نفس الوقت بيكون عباره عن هو فيتشر توجلنج بس، اون واوف، ان انا بعرض حاجه او بخفي حاجه، ما يبقاش فيها لوجيك كبير. هنيجي نشوف النوع الثاني. النوع الثاني هو الكونفيجريشن او السيرفيسز. ده بيبقى عباره عن كونفيج او سيرفيس بتكون هي سنترلايزد، اما بتديني داشبورد ان انا اتحكم فيها يو اي، اضيف فيها فيتشر فلاج براحتي، اعمل اون اوف، اضيف السيجمنت اللي انا عايزه، اعمل رول اوت بالبرسنتج اللي انا عايزها، احدد اي كرايتيريا انا عايزها، وبيروح الفرونت اند والباك اند او اي سيرفيس يتكلموا معاها ويشوفوا الفيتشر ديت وضعها ايه، وعلى اساسها بتبدا ان هو يرندر او يرجع الكود لوجيك بتاعه. مميزاتها طبعا ان هي فيها مميزات كتيره جدا، زي موضوع السيجمنت، الكناري ريليسز، بتارجت انفايرمنت معينه، ممكن اتارجت سيجمنت معين، احدد دوله معينه يتعرض فيها الفيتشر دي، وهكذا. فيها مميزات ضخمه جدا وبترجع على حسب السيرفيس. العيوب بتاعتها ان هي ما ينفعش اشغلها على ابلكيشن صغير، لان كده بيبقى اوفر امبلمنتيشن. الحاجه الثانيه بتبقى محتاجه انتجريشن هنا على الفرونت اند وانتجريشن على الباك اند. خلونا ناخد مثال عملي للانفايرمنت فاريبل وللسيرفيس اللي هي هتكون سنترلايزد. انا هنا عامل ابلكيشن فرونت اند نكست جي اس، وعندي ابلكيشن باك اند، وعندي هنا دوكر عشان هشغل عليه السيرفيس اللي احنا هنشتغل بيها. خلوني اجي هنا في الفرونت اند واقول له npm run dev. والباك اند، الباك اند عباره عن سبرينج بوت، هو بيكسبوز اي بي ايز بس، لان الفرونت اند هو عباره عن اي كوميرس، فبيجيب بيليست البرودكتس، وبيجيب البرودكت ديتيلز، وبيجيب الريفيوز عشان نقدر ناخد عليها المثال بتاعنا. فالباك اند عباره عن سيرفيس بترجع اي بي ايز بس. اقول له هنا ميفن سبرينج بوت ران، والتيرمينال دي خلوها اللي تحت هنكتب فيها كوماندز وكيرل عشان نجرب الفيتشر فلاج لما نشغل. تمام. انا هنا بقى عندي لو جيت دخلت هنا على البراوزر وقلت له لوكال هوست 3000، ده النيكد جي اس ابلكيشن، وهفتح هنا اللوكال هوست 8081 اي بي اي برودكتس. تمام. ده جاي منين؟ ده سبرينج بوت، بيرجع لي ليست برودكتس، وعندي هنا في الفرونت اند ادي لسته البرودكتس اللي بترجع، وعندي هنا على كل كارد، يعني انا عندي ده اي كوميرس، هنا شوب باي كاتيجوري، عندي هنا لسته كاتيجوري دي جايه من السبرينج بوت، وعندي هنا فيتشرد برودكتس دي اي بي اي اسمها فيتشرد، وعندي هنا طبعا على كل برودكت فيه الريفيوز، عدد الريتنج بتاعته، ولما ادخل على البرودكت جوه بشوف هنا عدد الريفيوز وبلاقي السكشن بتاع الريفيو. تمام. وعندي هنا اللوجن ده مربوط بكيك لوك. خلوني اشيل بس من هنا اكلير، واحاول ادخل مره ثانيه اعمل لوجن. هنا اشتغل معايا عمل لوجن عادي، فكده الباك اند مربوط مع فرونت اند از فول ستاك. تمام. طيب طبعا اللي هيحصل هنا في المثال بتاعنا ان احنا على حسب الفيتشر فلاج هنبدا ان احنا، خلينا نتخيل ان الطلب مننا ان احنا نمبلمنت على البرودكت، كل برودكت عدد الريتنج بتاعته قد ايه. دي فيتشر جديده هيشتغل عليها. كفرونت اند هيعرض عدد الريتنج، ولما نخش جوه البرودكت ديتيلز هنشوف هنا الريتنج والريفيوز بتاعته، هنعرض الريفيوز، والريفيوز دي بتيجي من اي بي اي. يعني لو انا جيت هنا وقلت مثلا برودكت رقم 1، فهقول له برودكتس 1 ريفيوز. تمام. فالمفروض يجيب لي عدد الريفيوز بتاعته. جميل. طيب فكل حاجه عن طريق الاي بي اي هنشتغل عليها فرونت اند وباك اند، ونشوف الفيتشر فلاج هتظبطها ازاي. لو جينا هنا انا على اي برانش، خلينا اشوف هنا انا على برانش مين، هقول له هنا جيت برانش، هروح للبرانش الثاني اللي هو الانف فلاج، انف فلاجز. تمام. طيب وهرجع تاني لميفن، هقول له ميفن كلين كومبايل، وبعدين ميفن سبرينج بوت ران، نقوم السيرفر. تمام. طيب هنا في البرانش ده خلونا نخش على الاب وعلى الكومبوننتس. عندي هنا كومبوننتس في انفايرمنت فاريبل اسمه فيتشر فلاج انيبل. هنيجي هنا ونقول له ده بتساوي فولس مثلا. تمام. هنخلي ده فولس. وعندي هنا في الكومبوننت
عندي الكومبوننت اللي هو الكونديشنال ريفيوز اللي هو ده المفروض ان هو بيشيك لو كان الريفيوز ديت او الفيتشر ريفيوز انيبل هترجع لي الكومبوننت عادي اللي هو ده. لو كان disabled مش هتعرض حاجه. فهنا هو enabled، خلونا الاول نخفيه. هنيجي هنا ونقول له ده ايه؟ ده false. تمام. ونرجع ده بدل اكزامبل هنخليها دوت لوكال او دوت env. تمام. نعمل ريران للسيرفر مره ثانيه هنا npm run dev. تمام. ونرجع هنا تاني، فبالتالي دي بقت ايه؟ false. وعندي هنا انا محدد جوه الكومبوننت بتاعي لو كان الفيتشر ريفيوز enabled ده لو فولس هترجع لي نال، ولو ترو هترجع لي الكومبوننت بتاعي عادي. نفس القصه بالنسبه للريتنج هنا برضو معموله. جميل. والاي بي ايز هتلاقوها برضو معموله، اللي هي الماسك بتاعت الاي بي ايز اللي بجيب بيها اي ليست. لو رجعنا هنا في البراوزر وجيت عملت ريفرش هنلاقي الريتنج اللي كان موجود هنا اتشال، واللي هنا اتشال، والسكشن ده كمان اتشال. طيب لو رجعت تاني هنا وقلت له لا والله انا بدل ما هي اوف خليها لي اون، اعمل دي ترو، وهروح اتاكد ان عندي في الباك اند برضو انا هنا، فدي هنا فولس عندي في السبرينج بوت دي فولس. لو جيت كلمت الاي بي اي هنا في البرودكتس هبص الاقي ان لو عملت ريفريش هبص الاقي ان الريتنج راجع لي ايه؟ بنال. تمام. مفيش ريتنج. طيب ارجع تاني للباك اند هنا واقول له دي هتبقى ترو. تمام. واقوم السيرفر مره ثانيه بتاع السبرينج بوت، فبالتالي بقى الباك اند ترو والفرونت اند. لو جيت عملت هنا ريفريش هبص الاقي الفيتشرز رجعت هنا ورجعت هنا ورجعت هنا وكل حاجه ظاهره كويس. طب لو جيت فتحت ده كده هلاقي هنا الريفيوز ظهرت والسكشن ده كمان ظهر. طيب ليه انا محتاج اعملها فرونت اند وباك اند؟ احنا هنا قلنا ان وهي ترو بيجيب لي الريتنج، صح كده؟ طيب تخيل ان انا قفلتها من الفرونت اند بس، يعني جيت هنا قلت ده فولس. تمام. ورحت هنا قلت له اعمل لي ريران مره ثانيه للسيرفر، وبعدين جيت هنا على البراوزر. تمام. فتحت ده كده وعملت هنا ريفريش، اتشالت طبعا من هنا. بس في حد عنده اكسس على الاي بي اي يقدر يجيب الاي بي اي، فلو جه فتح الاي بي اي كده هيبص يلاقي ان الريتنج لسه موجود، في ريتنج وهيكون في ريفيوز. فالفكره كلها الفيتشر توجلنج لازم يبقى التحكم فيها من الفرونت اند والباك اند. وده السبب ان احنا عملنا هنا اي تعديل بيبقى في الانفايرمنت فاريبل الخاص بالفرونت اند بروح اماتشه بالباك اند. فلو الباك اند عندي ترو لازم الفرونت اند يكون ترو، او العكس لو ده فولس لازم يكون ده ايه؟ فولس. جميل. ده يعتبر ابسط مثال اللي هو الخاص بالانفايرمنت فاريبل. لو عايزين نبص على سبرينج بوت الكونفيجريشن بشكل سريع هنبص هنا على البرودكت كنترولر، هلاقي هنا ان انا جاي ساحب الانفايرمنت فاريبل وحطه لي فاريبل اسمه ريفيو انيبلد، واقول له هنا لو الريفيو ده انيبلد، يعني هنا هنبص في الريفيوز مثلا وهقول له هنا لو الريفيو ده انيبلد مش انيبلد هترجع لي 4 اوف. اوكي. فهنا الاي بي اي برضه لو بصينا على الاي بي اي احنا هنا عملنا ايه؟ فهنا لو عملته فولس وجيت بصيت على الاي بي اي بتاعه الريفيوز، خليني بس اكمبايل. ارجع تاني اعمل ريفريش جاب لي هنا 404 ان الاي بي اي ديت نوت فاوند. فحتى لو الفرونت اند نسى الباك اند بيكفر مكانه وبيرجع 404. ده المثال الاول وابسط مثال اللي هو عن طريق الانفايرمنت فاريبل. بس بالانفايرمنت فاريبل انا مش هقدر احدد سيجمنت، مش هقدر احدد لو اليوزر اللي داخل وضعه ايه، ايميل معين، او اعمل لي رول اوت ببرسنتج معينه. هناخد المثال الثاني ان هو ازاي اقدر ان انا احدد تارجتنج معينه مع التوجلينج. اجي هنا اجيب برانش، انا عندي البرانش الثاني جيت تشيك اوت ده. جميل. هنا في المثال الثاني هنطلع شويه من الانفايرمنت فاريبل والمثال البسيط هنروح لحاجه ادفانسد شويه اللي بنستخدمها في البرامج المتوسطه والكبيره. هنستعمل تول اسمها اوبن فيتشر مع فلاجد. والاوبن فيتشر هي عباره عن كانه بروتوكول او بنعمل ستاندرد للتوجل فيتشر. هي بروتوكول بقدر استخدمه وبركب معاه اي بروفايدر. البروفايدر اللي هستعمله هو فلاجد، وفلاجد هي عباره عن فيتشر فلاج انجن. بقدر احدد فيه الكونفيجريشن اللي انا عايزها وبقول والله انا عايز الفلاج ده يكون اون او اوف، او الفلاج ده مثلا اعمله اون لو كان اليوزر اللي داخل الايميل بتاعه
بينتهي بكذا، او السيجمنت معين، او ان انا اقدر اعمل رول اوت او كانالي ريليس وهكذا. جميل. طيب لو جينا بصينا هنا على الكونفيجريشن، اول حاجه في الباك اند خلونا نعمل كومبايل الاول. هنيجي هنا هنبص على السبرينج بوت. عندي هنا طبعا اول حاجه هستخدمها ان انا هحط الديبندنسي بتاعتي، ان انا هنا عندي اوبن فيتشر، وعندي الاوبن فيتشر وعندي الفلاج. تمام. وبعدين باجي في ريسورسز الابلكيشن بروبرتيز، بقول له هنا هتحط لي الاوبن فيتشر بروفايدر كونفيج، الهوست بتاعه هيكون لوكال هوست، والبورت بتاعه هيكون 8031. تمام. وده طبعا لازم يشتغل بدوكر، ده ديمون سيرفر. هنا الفلاج لازم يكون قايم على دوكر، وبيبقى عندي هنا الفولدر بتاع الفيتشرز كلها. بقول له هنا مثلا بحدد الفلاج، ادي الفلاج بتاعي هيكون اسمه ريفيوز انيبلد. تمام. وده كان بيماتش الانفايرمنت فاريبل اللي احنا اشتغلنا عليه قبل كده. فبدل انفايرمنت فاريبل بيبقى فلاج هنا ريفيوز انيبلد، والستيب بتاعته انيبلد، والديفولت فاريانت بتاعه فولس. وادي الفاريانتس عندي اكتر من فاريانت اقدر احددهم، عندي ترو وفولس، فالديفولت بتاعتي هي فولس. والتارجتنج ما عنديش تارجتنج. جميل. ده كده بقى سنترلايز. الفلاج ده هقدر اربط بالباك اند والفرونت اند عن طريق الاوبن فيتشر، يروح يكلموا فلاج السيرفر ده. ولو حابب اعدل الفلاج بعدله هنا مره واحده بس، واوتوماتيك هيرفلكت في السبرينج بوت ابلكيشن بتاعي ونيكد جي اس. خلونا نشوف السبرينج بوت الكونفيجريشن بتاعته عامله ازاي. بعد ما بحدد هنا الكونفيجريشن وبنزل الديبندنسي، هاجي هنا على الكونفيج، عامل كونفيجريشن فايل باكج اسمها اوبن فيتشر كونفيج، ساحب منها الهوست وساحب البورت من البروبرتيز كانفايرمنت فاريبلز، وبعمل له هنا انيشاليز. بقول له الفلاج اوبشنز هتاخد الهوست وتاخد البورت، وبرجع الاوبن فيتشر جيت انستنس، ويحط البروفايدر بتاعي فلاج بروفايدر. زي ما احنا قلنا الاوبن فيتشر دي ستاندرايز لاي بروفايدر، فبالتالي انا ممكن بسهوله لو مش هستخدم فلاج استخدم مثلا انليش او اي حاجه ثانيه، اروح احط هنا البروفايدر الجديد، وهيبقى نفس الانتجريشن هي. ده فدي فكره الايه الاوبن فيتشر. تمام. بعد ما عملت الباكج بتاعتي هروح في الكنترولر. مثلا انا عندي هنا الاي بي اي بتاعت الريليتد، او خلونا اي بي اي ريفيوز. انا عايز اعرف ان الريفيوز دي افعلها واعطلها على اساس ايه؟ الفلاج بتاعي اللي حددته في الفلاج، اللي حددته فين هنا. تمام. فباجي هنا بقول له انت الكلاينت ده مين؟ اللي هو الاوبن فيتشر، جاي من الاوبن فيتشر. فالكلاينت بتاعي ده هتروح تجيب البوليان فاليو ايه هي بتاعت الفلاج، اسم الفلاج بتاعي اللي هو ريفيو انيبلد، والديفولت بتاعتي دايما بتبقى فولس عشان اخفي الحاجه دي. فلو كان الريفيو مش انيبلد هترجع لي 404، إلس رجع لي الوجه بتاعي زي ما هو. تمام. طيب لو عايز اجرب الكلام ده عندي على التيرمينال، انا عندي هنا ممكن اخش كيرل. لو فتحت التيرمينال هنا وبعت له الهوست ده والبورت ده بتاع اوبن فيتشر، وقلت له هتبعت لي الفلاج كي، ده الكي اللي احنا حطيناه اللي هو الفيتشر فلاج بتاعنا، اللي هو كان ايه هنا عندي في الفلاج اللي هو ده. تمام. وملوش طبعا كونتكست حاجه، اروح هنا هيقول لي ايه ان ده معمول فولس. طب لو رجعت هنا خليته ترو. تمام. ورجعت هنا تاني رحت للتيرمينال وعملت بعت كده جاب لي ان ده ترو. فبالتالي اقدر ان انا اروح اكلم الاي بي اي دي ريست اي بي اي، او طبعا بالجي ار بي سي، واروح اشوف الفلاج اللي عندي ده التوجل بتاعه هل هو اون ولا اوف، ولا الفاريانس بتاعته ايه، ولا وضعه ايه. جميل. طيب فده هنخليه هنا فولس، هنخلي ده فولس. تمام. دي كونفيجريشن بتاعت فلاج. وعن طريق الاوبن فيتشر هي اتربطت بالسبرينج بوت اوتوماتيك، بروح في الكنترولر هنا، والكنترولر ده بجيب الكلاينت وبقول له الفلاج ده لازم الفلاج ده يساوي الفلاج اللي انا محدده في الفلاج اللي هو كانه انفايرمنت فاريبل. وضعه ايه؟ لو كان ترو هيفتح لي الفيتشر ديت، او هيرجع لي الداتا، ولو كان فولس مش هيرجع. احنا ده عملنا ايه؟ عملنا فولس. اوكي. طيب وعملنا بيلد هنا، عملنا هنا بيلد. طيب خلونا نرجع تاني نشوف هنا الاي بي اي دي بترجع ايه. لو بصيت على الاي بي اي دي عملت ريفرش رجع لي ايه 404. طيب نرجع تاني ونفتح الفلاج ده. في الفلاج ده هنا اوكي هقول له ده ترو. تمام. وهرجع هنا وهعمل ريفرش رجع لي داتا. جميل. فانا عدلت في مكان واحد بس، السبرينج بوت لسن عليها ورجع لا الفيتشر ديت او الفيتشر فلاج اللي انا عامله ده اون ورجع لي الداتا. لو جينا بصينا على النيكد جي اس، في النيكد جي اس هنا
عندي في اللايبراري عامل اوبن فيتشر نفس فكره الباكج اللي كانت في السبرينج بوت بالظبط، وهنا بسجل البروفايدر معين نفس الكونسبت بالظبط اللي اتعمل في السبرينج بوت. احنا قلنا اوبن فيتشر بتروح بحط فيه اي بروفايدر، فانا هنا بديفاين البروفايدر بتاعي يكون الفلاج، قلت له الهوست بتاعك لوكال هوست والبورت بتاعك ال 8013، وجيت قلت الاوبن فيتشر هتحط لي البروفايدر بتاعي اللي هو ايه الفلاج. جميل. طيب هنستخدم الكلام ده ازاي؟ عندنا هنا بروكسي اي بي اي عاملينها بتروح بتكلم الباك اند في الريفيوز مثلا. هنا جيت هنا في الاي بي اي بتاعت الريفيوز دي على النيكد جي اس ليفل، فبروح اسحب الكلاينت نفس القصه بالظبط اللي هو موجود في الليب اللي احنا حددناه، بقول له جيت بوليان اللي هو ايه هات لي الريفيود والديفولت بتاعتها فولس، لو كان ده بيساوي فولس هترجع لي الريسبونس بتاعي 4 او 4. جميل. فده معناه ان انا عملت بروتكت من ناحيه السبرينج بوت ومن ناحيه الايه النيكد جي اس. عشان نشوفها هاجي اعمل ريران للسيرفر بتاعي مره ثانيه بتاع النيكد جي اس، وانا عندي الاي بي اي دي بتاعت سبرينج بوت عامل نفس الاي بي اي دي عن طريق النيكد جي اس على الليفل بتاع النيكد جي اس كبروكسي، بحيث الفرونت اند يكلمها وهي بتروح تتكلم السبرينج بوت في الباك جراوند. فانا هنا كلمت الاي بي اي دي بتاعت النيكد جي اس، فهنا عملت بروتكت من ناحيه النيكد جي اس، راح كلم الفيتشر فلاج بروفايدر اللي هو الفلاجد، وبيلسن على الفيتشر فلاج دي، لو لقاها ديسيبل بيرجع لي 4 او 4، لو انيبلد بيروح يكلم الباك اند، والباك اند عامل لاير ثانيه برضه في الباك اند بتريجر نفس القصه ودبل تشيك على الفيتشر بتاعتي. طيب ده على طريق الاي بي اي بتاعت ايه النيكد جي اس. طب لو في الكود عندي هنيجي هنا في النيكد جي اس هفتح الكومبوننت، عندي الكومبوننت اللي اسمه ايه كونديشنال ريفيوز، نفس القصه بالظبط، بقول له هات لي الكلاينت ويشوف لي الفيتشر فلاج ديت انيبلد ولا ديسيبلد، وعن طريقها ايه هتحط لي الريتنج والريفيوز والكلام ده. لو جينا بصينا هنا عملت ريفريش جيت على الهوم بيج مثلا، فهنا عندي الريفيوز موجوده لان هي الفلاج بتاعي معمول له ايه الفلاج بتاعي معمول له ايه ترو، فبقى عندي الريفيوز موجوده. تمام. طيب لو جيت دخلت جوه هنا عندي برضو ايه الريفيوز موجود. طيب وادي هنا جاب لي لسته الريفيوز واعرضها، لو جيت قلت ده فولس فولس ورحت للنيكد جي اس عملت له ريستارت مره ثانيه، وجيت هنا دخلت على الهوم بيج، هبص الاقي ان الريفيوز اتشالت من هنا، ولو جيت دخلت جوه هلاقي الريفيوز متشاله من هنا والسكشن بتاعها متشال. لغايه دلوقتي امورنا تمام، برضه احنا ما طلعناش لحاجه ادفانسد، احنا استعملنا فلاج كسنترلايزد سيرفيس زي ما قلنا هنا كده، هتبقى سيرفيس واحده بس اقدر ان انا اعدل فيها وتقدر ترفلكت في اي مايكرو سيرفيسز او في فرونت اند وباك اند او اكتر من ستاك مع بعض. طيب بس كده برضه كان توجلنج اون اوف، عايزين نشوف حاجه ادفانسد شويه ليه الفيتشر فلاج سيرفيس زي فلاج. طيب هنيجي هنا هديفاين فيتشر فلاج جديد بس مش هيكون توجلنج بس اون اوف، انا عايز اقول لو في سيكشن معين عندي في نيكد جي اس ابلكيشن ويوزر معين دخل ايميله بينتهي بدومين معين افتح لي السيكشن ده، ولو اي يوزر تاني او فيزيتور ما تفتحش السيكشن ده. فهنا بقى بحدد الفيتشر بتاعتي هسميها نيوزليتر سيكشن فيتشر، هيبقى سيكشن كده موجود عندي هنا في النيكد جي اس، الشخص يقدر يكتب ايميله ويسجل في نيوزليتر. وانا اتخيل ان شباب الفرونت اند مطلوب منهم يعملوا الفيتشر دي، واحنا عايزين نفتحها للتستنج تيم بس، الكواليتي اشورنس يخشوا يتاكدوا هل شغاله كويس ولا باجي ولا ايه. والله لو عملوا لها تيست وطلعت كويسه خلاص نبدا نشيل الفيتشر فلاج ده ونعمل لها رول اوت للناس كلها. فده اللي احنا هنعمله بفلاج. هاجي هنا على نفس الفايل بتاعي هديفاين نيو فيتشر فلاج، هديها اي اسم والاسم ده لازم يكون يونيك، هقول مثلا نيوزليتر سيكشن فيتشر، لازم تاخد ستيت الستيت دي انيبلد، وهتاخد ديفولت فاريانت بتاعها هيبقى اوف لان هي الديفولت المفروض تكون اوف عشان الفيزيتور واي شخص تاني يخش عندي على السيستم لازم ما يشوفهاش. ودي الفاريانتس اللي انا هعمل لها ديفاين عندي اون واوف. وهنا التارجتنج انا بتارجت ايه بقى امتى دي هتطبق؟ والله لو كان if ends with اللي بينتهي بيه، لو الايميل بتاع اليوزر اللي داخل بينتهي بيه @testing.local هتبقى on، الديفولت بتاعتها هتبقى on. خلونا نجرب، خلونا نروح للنيكد جي اس ابلكيشن على الفرونت اند سايد، هنروح على الليب والاوبن فيتشر الكونفيجريشن اللي عملناها. هنا عملت فانكشن اسمها is newsletter enabled، ودي بتاخد ايه الايميل بتاع اليوزر اللي داخل، وقلت له هنا انت هتريتيرن الكلاينت جيت بوليان نفس اللي احنا عملناه هنا بالظبط، هي
الان دي اس دي كي بتاعت الاوبن فيتشر، ببعت له الفلاج اللي انا عايز اليسن عليه. الفلاج ده كان اسمه ايه؟ هل النيوزليتر دي نيوزليتر سيكشن فيتشر، والديفولت بتاعتي فولس، وببعت له الكونتكست اللي هو الايميل بتاع اليوزر اللي داخل. تمام. باخد ده كده وهروح للبيج اللي هي الهوم بيج بتاعت النيكد جي اس، وهنا بقول له عملت لها امبورت الفانكشن دي، وببعت لها اليوزر ايميل. اليوزر ايميل ده جاي من الكيك لوج السيرفر سيشن. لو في عندي سيشن واليوزر ده عنده ايميل، بحط هنا الايميل بتاعه ايلس بيرجع لي امتي سترينج. فبالتالي هنا هيباسي ايه الكونتكست، هيباسي الايميل بتاع اليوزر اللي داخل. خلونا نجرب دي في الكيرل الاول نشوف هترجع لنا ايه. هفتح هنا التيرمينال وهقول له هنا نفس الاند بوينت هي ريزولف بوليان، وبقول له الكي بتاعي نيوزليتر سيكشن فيتشر ده اللي متحدد في الفلاج، وبحط ايميل الكونتكست، ايميل اسمه ايه @dd.local. لما اجي ابعت له كده هيقول لي لا والله دي اوف. طب لو غيرت الايميل وخليته تيستنج هيجيبها لي ان هي اون. فالكيرل كده اشتغل معايا. خلونا نشوف في الكلاينت سايد نيكد جي اس هتظبط ولا لا. انا هنا عندي في الكيك لوج في يوزر، ده الايميل بتاع اليوزر. خلونا نجرب ندخل بيه الاول. عندي هنا في الكلاينت سايد انا وانا فيزيتور ما عنديش هنا اي حاجه، يعني السكشن ده مش موجود هنا. هعمل لوجن، دخلني هنا باليوزر بتاعي اللي هو الايميل ده @mail.com. طيب الهوم بيج فيها ايه؟ هنا ما عنديش السكشن ده خالص. خلونا نعمل يوزر تاني. هاجي هنا في اليوزرز اد نيو يوزر، هسميه مثلا كيو اي، ده اليوزر نيم، والايميل QA@testing.local، والفيرست نيم هنا خالد، وهنا كيو اي مثلا. تمام. واخلي الايميل ده ايه كده، ده اليوزر نيم بتاعي، وده الايميل testing@local، وهنا لوكال الفلاجد لوكال. تمام، لوكال، وده هنا لوكال لوكال. هقول له هنا كرييت، اروح احط له باسورد كيو اي، ودي مش تمبراري. سيف. تمام. خلونا ناخد ده زي ما هو كده ونروح على براوزر تاني ولنفرض كروم. ندخل على نيكد جي اس من الكروم. انا هنا طبعا فيزيتور، هو بيحاول يكونكت هنا مش لاقي لسه. وعندي هنا السكشن ما عنديش سكشن. احاول اعمل لوجن، اخش بالكيو اي. هنا عندي الايميل بتاعي @testing.local. لو نزلت تحت هنا هلاقي السكشن بتاعي موجود. فاي حد في التستنج تيم الايميل بتاعه بينتهي بده، لو كان اوثنتيكيتد يقدر يشوف السكشن ده، يعمل عليه تيست، يتاكد ان اموره كلها تمام. لو تمام اقدر ان انا اروح وخلاص اشيل الفيتشر فلاج دي كلها من عندي. فكده شفنا الفرق ما بين البيزك فيتشر فلاج اللي هي عن طريق الانفايرمنت فاريبل، وده بيكون عباره عن توجلنج بس اون واوف. ممكن احط فيه التارجتنج بس هيبقى عندي لوجيك كبير، وكل ما التارجتنج او كل ما السيجمنت او كل ما الرول اوت تكبر كل ما اللوجيك بتاعي هيكون كبير. وفي نفس الوقت زي ما قلنا هيبقى عندي هنا نسختين، نسخه للكلاينت سايد ونسخه للباك اند سايد عن طريق الانفايرمنت فاريبل، وهيبقى هنا في لوجيك وهيبقى هنا في لوجيك. افضل حاجه الانفايرمنت فاريبل لو كان فكره البروجكت بتاعك او الابلكيشن بتاعك بسيطه. انما لو هنروح لموضوع الرول اوت او السيجمنت او الكناري ريليس او الكيل سويتش او كده زي ما حددنا هنا عندنا ان دي هتكون انيبلد في حاله ان اليوزر اللي داخل ايميله بينتهي بيه دومين معين، او الجندر جنس الشخص اللي داخل ولد ولا بنت، او في سن معين عايز اعرض الفيتشر دي، او لو داخل من بلد معينه اعرض له الحاجه دي وهكذا. فالافضل ان انا اروح مع حاجه ادفانسد او تول زي فلاج ده مثلا. هنا ده اون ديمون سيرفيس، زي ما احنا شايفين بنحدد كل حاجه عن طريق كونفيجريشن. او نروح لانليش، دي سيرفيس قويه جدا اوبن سورس، بس النسخه الاوبن سورس فيها تقدر تعمل بروجكت واحد بس. وفكره انليش ان هي بدل يعني مقارنه بفلاج، دي فلاج دي بيكون فايل بتحدد فيه الفيتشرز بتاعتك، انما انليش بيديك انترفيس، بيديك لوحه تحكم كامله تضيف فيها الفيتشر اللي انت عايزها وتعمل اون واوف وتحدد السيجمنت وهكذا. نفس الكونسبت بالظبط بتاع الفلاج ده، اللهم الا بيديك يو اي كامله تتحكم فيها، تفعل منها الفلاج بدل ما تفعله من جيسون فايل زي كده، بس يعتبر نفس الفيتشر، ودي اوبن سورس وفي غيرها كتير. فنرجع تاني ان الفيتشر فلاج هي مهمه جدا جدا جدا. الشاهد ان اغلب الابلكيشنز المعموله محدش بيحط في دماغه موضوع الفيتشر فلاج بس. طيب ايه اللي يخليني اروح استعمل
حاجه زي مثلا فلاجد او اوبن فيتشر او انليش. انا عندي في جانجو عندي في فيتشر فلاج باكج خاصه بيها، عندي في السبرينج بوت في اكتر من باكج خاصه بيها، في الفرونت اند ممكن الاقي اكتر من باكج. نفس النقطه بتاعتنا اللي هو موضوع الانفايرمنت فاريبل. هو انا بدل ما يبقى عندي في الفرونت اند اس دي كي او فريم ورك خاصه او باكج خاصه مختلفه عن الباك اند سبرينج بوت، او لو كان مثلا جانجو او كان لارافيل او كده، كل واحد يكون ليه باكج خاصه بيه، كونفجريشن خاصه بيها. الموضوع برضو هيكون مانيوال، ان انا هنا هانيبل وهنا هانيبل وهنا لوجيك وهنا لوجيك. فكره اليونيفرسال او السنترلايزد فيتشر فلاج زي الفلاج مع اوبن فيتشر او انليش او غيرها، ان هي بتكون سنترلايزد في مكان واحد بس بيديفاين فيها الفيتشر اللي انا عايزه، وعن طريق الاس دي كي بتاعتها اللي بتشتغل مع اغلب الفرونت اند فريم ورك واغلب الباك اند ستاكس. فبقدر ان انا بسهوله اديفاين عندي الفيتشر فلاج في مكان واعمل لها كونسيوم او استخدمها في الستاكس اللي بشتغل بيها. فده افضل بكتير لو انا بتكلم على اركتكتشر لابلكيشن من ميديوم للارج زي ما اتكلمنا. بيج سكيل ابلكيشن افضل اروح مع الحاجه السنترلايزد احسن ما اروح للليفل بتاع الفريم ورك بتاعتي او الباكج بتاعتي. بكده يبقى وصلنا لنهايه الفيديو، ونشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله.